السلام عليكم جميعًا، عاملين إيه؟ إن شاء الله يا رب تكونوا بخير، صباح الخير، صباح يوم جديد كلّه خير وبركة. النهارده كده إن شاء الله هنشتغل كده في روتين مع بعض، روتين تشجيعي، هنشجّع بعض علشان نخلّص اللي ورانا. شغّلي الفيديو جنبِك وقومي اتشجعي واتحفزي كده وشوفي وراكِ إيه. بدأت يومي إن أنا فتّحت البيت عشان نغيّر الهوا اللي فيه، وبعد كده عملت لنفسي فطار، ما حدش يتريق على الفطار بتاعي، عينات كده. بس أنا مش من الناس اللي بتفطر يعني وجبة دسمة، المهم إن أنا أبقى كلت أي حاجة وخلاص. وكنت مطلعة كيس لبن علشان يفك، والفطار بتاعي كان جبنة وفول وسلطة وعيش طبعا. وما تنسوش تشربوا مية، الجو ابتدى يبقى حلو جدا، فللأسف بننسى كلنا نشرب مية وأنا أول واحدة فيكم. كنت محددة لنفسي شوية حاجات هعملها. الفيديو ده متصور الخميس، فكان نهاية الأسبوع، ففي نهاية الأسبوع كنت عايزة أعمل خلاص الشقة تعتبر نظيفة، أنا مخلصاها أصلا، فقلت خلاص نعمل بره الشقة اللي هو السلم وبعد كده البلكونات. السلم جزء لا يتجزأ من الشقة. طبعا لو انتي ساكنة بقى في عمارة أو يعني فوقيكي ناس وتحتيكي ناس وكده، لأ أكيد مش هتمسحي السلم كله، بس على الأقل قدام شقتك يكون نضيف، لأنه لو قدام الشقة مش نضيف هتاخده من برّه لجوّه، وعارفين بقى في الشتا الدنيا بتبقى مبهدلة. المهم امسحي السلِّم بأي منظف يكون قوي كده، وأكيد الشرشوبة أو الحاجة اللي هنمسح بيها السلِّم مش لازم بعد كده إن إحنا نستخدمها خالص جوّه الشقة، فممكن تخصصي واحدة قديمة كده لكل مسح السلالم وبس. خلّصت أنا مسح السلِّم وبعد كده دخلت مسحت البلكونات علشان عندي دورة غسيل، وطالما هانشر يبقى البلكونة لازم تكون نضيفة. البلكونة من الحاجات اللي طول ما هي نضيفة، البلكونة والسلم تحسي ان جوه الشقة من جوه كده نضيف. طبعا بنبص على جيراننا زي ما قلت لكم كتير قبل كده، تبصي على جارتك كده الاول تشوفيها نشرة هدوم ولا حاجة بدل ما نأذي جيراننا. انا خلصت دورة الغسيل، سبت الغسالة مفتوحة ودخلت نشرت على طول. من اكتر الحاجات اللي بتنظم يومك ان انتي زي ما قلتلك كل خطوة مرتبطة باختها لازم يبقوا ورا بعض. يعني شغلنا دورة غسيل وغسلنا على طول ندخل ننشر الهدوم نشفت على طول نلمها، الهدوم لميناها على طول نطبقها. ما تراكميش الحاجات على نفسك. لما بلف اللفة الدورية بتاعت الصبح دي اللي هو اروق البيت سريعا، ارجع كل حاجة في مكانها، اهوي الشقة، لو عندي غسيل عايز يتغسل بنشره، ولو العكس يعني لو هدوم منشورة عايزة تتطبق بلمها واطبقها، اشغل بخور، اخلي الدنيا كده تكون رايقة. ولعت على اللبن علشان ابتدي اسخنه، وعملت اعمل لي كوبايه شاي. وهنا كنت الحمد لله ركبت الشفاط. في الفيديو اللي فات اللي قبل ده على طول لو انتم متابعين معايا، انا كنت عامله الشفاط مسحه عميقه وكنت سبته ليله كامله، يعني من اليوم اللي انا عملته فيه طول الليل بقى سبته ينشف تماما، وبعدين طلعت ركبته بقى رجع كده زي الجديد بالظبط. قلت بقى اعمل الصفايه دي بما اني ما كانش عندي مواعين، فالصفايه دي من الحاجات اللي ما انصحش اي حد بيها، اللي هي الصفايه الدورين دي. لو انتي لسه تشتري فنصيحه اخويه ما تشتريهاش، مش عمليه خالص، بتلم ميه كتير قوي تحتها، عايزه كل يوم تتعمل مره واتنين. والعيب الأسوأ بقى فيها انه الحاجات اللي انت بتبقي حطاها فوق بتنزل ميه على طول على الحاجات اللي انت حطاها تحت، فبتلاقي ان انت مثلا لو حاطه اطباق وحاجات فوق وتحت مثلا كوبايات بتتبهدل. فزي ما قلت لكم ما انصحكوش بيها خالص، وطبعا في حاجات طالعه احدث واشيك وكده، بس حاليا اللي عنده حاجه يعني مش بيبقى سهل ان هو يغيرها مع زياده الاسعار الفظيعه اللي حاصله دي. المهم انا بحاول ان ايدي تبقى في الحاجه، ومهما كانت الحاجه بتاعتك قديمه شكلها مش عاجبك المهم يكون نظيفه. النظافة والترتيب بيخليكي تحبي الحاجة بتاعتك. المهم انا عملتها كده، والصبح لما كنت برا الصبح يعني كنت جايبة شوية طلبات، فقلت اقولها لكم سريعا بنشارك بعض بالاسعار، علشان انا بحب كده ان انا اخر الاسبوع اعمل لنفسي يعني ايه قاعدة كده سهراية حلوة كده. وانا راجعة من بره كده قلت اجيب شوية حاجات بحيث يعني ايه تبقى لسهرة الجمعة وكده. المهم ده عيش، بس انا العيش مش شارياه، حماتي عطيهولي، ده عيش من بتاع الفرن عادي بيقعد عندي كتير. جبت من المخبز ب10 جنيه كايزر فينو. هما المفروض ال8 بقوا ب10 جنيه طبعا بعد زيادة الأسعار، بس هو هنا عامل ال10 ب10، وطبعا زي ما انتم شايفين الحجم صغير ورفيع، يعني سندوتشات رفيعة، ب10 هحطه في الفريزر، هقسمه على كيسين واحطه في الفريزر، لان هو لو بات يوم واحد بس بيفتول كده من بعضه بقى مش حلو. جبت ب20 جنيه ذرة من اللي هو بتاع الفشار ده،
برضو ده انا بحطه في التلاجة، بحتفظ بيه في التلاجة لان الكمية دي هتقعد عندي كتير قوي، فانا مش بحب اي نوع من انواع البقوليات ولا اي حاجة من دي اسيبها بره التلاجة حتى في الشتاء. هحطها في درج التلاجة من تحت. الفشار حلو، من الحاجات اللي هي ايه، بدل ما نجيب شيبسي وكده ببقى بعمله في الشتاء، وممكن تعمليه لو عندك مايكروويف بيتعمل في الميكروويف من غير ولا نقطة زيت، بيبقى حلو قوي. المهم، جبت بقى شويه المشروبات. انا مش بستغنى عن المشروبات طول الشتاء زي ما انتوا عارفين، خصوصا بقى مع ادوار البرد اللطيفه اللي عندي. جبت شاي اخضر بالنعناع. الشاي الاخضر بشربه مره او مرتين في اليوم، بس طبعا من غير سكر. استنى مش فاكر سعره بقى كام. سعره بقى 18 جنيه. ليبتون اخضر 25 باكت ب 18 جنيه. جبت اليانسون بتاع رويال. اليانسون جبت 12 كيس. سعر الواحدة بقى ب12 جنيه. الاسعار ضربت يعني 12 جنيه. الحمد لله. المهم، جبت ده كان نفسي اجربه قوي. كنت شفت في قناه يوميات ام البنات، كانت ام رقيه قالت ان هو يعني جربته كام مره، قالت ان هو حلو، فما كنتش بلاقيه خالص. فلما لقيته قلت طيب نجربه. انا مكتوب ان هو حلو للمناعه، مشروب الرمان ده، فهجربه وهقول لكم اذا كان طعمه حلو ولا لا. وكان سعره رمان ازيز 20 واحده ب20 جنيه. الباكت فيها 20. المفروض ان هو طبيعي وكده، وطبعا برضو بيتشرب من غير سكر. جبت كورونا اللي هو الكاكاو مسحوق شوكولاته للشرب. البنات هيجوا عندي الجمعه الخميس مثلا، ابقى عايزه اعمل حاجه مشروب دافي، فاحسن ما اجيب النسكافيه. النسكافيه بقى غالي اوفر. وكمان النسكافيه اللي هو في ده البلاك. النسكافيهات بقى اللي هي اللي فيها المبيض والحاجات دي انا مش بحبها خالص لان مضره. فجبت اللي هو الكاكاو ده، بيبقى كاكاو واحط عليه لبن ومن غير سكر. طبعا تقدري تعمليه بميه او نص لبن ونص ميه. سعر الواحده، استنى اشوف لكم الفاتوره. سعر الكاكاو كورونا الواحده ب12. انا جايبه اتنين. بيبقى فيها واحده بس من جوه يعني. بتاع دريم تقريبا بقى ب23. فانا بصراحه استرخصت يعني جبت الارخص. وطبعا كميه بسيطه برضو، يعني انتوا عارفين الحاجات دي زمان كانت رخيصه، ب5 ب6 ب10. ف يلا الحمد لله. دي الحاجات اللي انا جبتها. هبتدي كده احطها في كل حاجه في مكانها، وبعدين نكمل يومنا سوا. انا غالبا الخميس بالليل او الجمعة البنات بيجوا يسهروا معايا، اللي هم بنات اخوات جوزي، فبيجوا يسهروا معايا. فبحب ان مثلا يبقى عندي حاجات بسيطة. لما هعمل عشاء، لو مش هعمل عشاء يبقى على الاقل يعني عندي فشار، عندي مشروب ممكن اعمله. فانا عشان كده كنت جايبة الفشار والكاكاو والحاجات دي، وكان اعمل لهم عادي بقى اي سندوتشات. فانا قلت ايه، ارتب الدنيا كده. كان عندي شوية قهوة حطيتها في البرطمان ده، وهاخد البرطمان التاني احط فيه الكاكاو. كنت بقى متخيلة يعني انه يبقى كمية وكده، بس بصراحة كمية بسيطة قوي. بس الكورونا لذيذ، بس الكاكاو بتاع دريم احلى منه، بس اغلى منه شوية. فبس اهم حاجة ان الحاجة تكون مرتبة ومنظمة. البرطمانات دي حلوة جدا. انا عندي من زمان، عندي من سنين كتير قوي، وكنت اتمنى ان انا اجيب منها كمية يعني. بس انا كنت جايباهم من بره، بس هما موجودين في مصر. يعني اللي مش اللي متابعني قريب، انا كنت عشت فترة كده في السعودية، فكنت جايبة البرطمانات دي قبل ما اجي. وفجأة كده لقيت الدنيا بتمطر، قلت اسمعكوا صوت المطر. وقفت شوية في البلكونة أسمع صوت المطر، وبعد كده قلت أقفل الشقة لأن كان ورايا مهمة شاقة زي ما قلتلكوا. أو مش عارفة إذا كنت قلتلكوا ولا لأ في الفيديو ده، بس أنا كانت زوزو هتجيلي. فطالما زوزو هتجيلي لازم بيبقى فيه معركة كده مع بيني وبين نفسي، أخلص كل حاجة في البيت تتشال من مكانها. حتى الكنب بشيله بحطه. بصوا بقعد ألخبط كل الحاجات لأن هي بتبوظ لي الدنيا، بتبهدل كل حاجة. فلازم أشيل كل حاجة من مكانها. من المهمات اللي المفروض اعملها النهارده قبل ما زوزو تيجي، ان انا اشيل طبعا كل حاجه على التسريحه. فدلوقتي المفروض بقى ان كل الحاجات دي هتتشال كده. ده المنظم اللي كنت جايباه حلو جدا جدا وعملي، وشايل حاجات كتير وفظيع وتحفه وكل حاجه. فهشيل بقى كل الحاجات. بصوا اي حاجه في البيت هتتشال، المفارش، كل حاجه، كل حاجه. بس
ضبطت الدنيا كده، وبعدين قلت بقى استعد علشان انام واعمل الروتين بتاعي، علشان بكره ورايا يوم طويل صورت لكم فيه برضو اجزاء. قبل ما انام باخد الفيتامين ده، هو مش عارفه عامل زي الشريط صغنن كده بيتحط على اللسان، طعمه شبه النعناع. المفروض ان هو فيتامين، يعني فيه فيتامين بي 12 تقريبا، مقوي الاعصاب ومش عارفه ايه. فباخد منه واحده، وكمان بما اني عندي برد لسه فكنت بحط من اللي هو الدهان اللي اسمه ابو نمر ده، ولا تايجر بالم، مش عارفه اسمه بالعربي، دهان النمر حاجه زي كده. فبرضه كنت بحط منه عشان البرد والسخونيه والكلام ده، وبقعد بقى مع نفسي القعده اللي انا بقعدها بالليل دي، بحس ان انا بكافئ نفسي بقى في نهايه اليوم. انا متابعه زي ما قلت لكم مسلسل الغرفه 207، فهو حلو قوي. كنت بتفرج على الحلقه التاسعة، لسه حلقه واحده، ربنا يكرمنا ونخلصه لان الواحد زهق وبس. وفي اخر اليوم ممكن اتفرج شويه على اي فلوجات، اللي هي الفلوجات الكوري الصامته. حاجات كده هاديه بقى، اتفرج على مناظر طبيعيه، حاجات هاديه كده قبل ما انام، اشغل شموعي وخلاص. بحاول ادخل نفسي في مود انه الانوار كلها مطفيه ويلا خلاص هننام. انا طبعا قنوات كوري كتيره قوي، بس طبعا ما اقدرش اقول لكم اساميها عشان مش بعرف انطق الاسامي. وبس ده كان الفيديو بتاعنا. استنوني بقى ان شاء الله قريب جدا، فيديو جديد وفلوج جديد هيبقى مع زوزو بقى. وبس كده، اشوفكم قريب على خير، وشكرا جدا ليكم، وسلام عليكم.